شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة ضحكت من القلب. وحمص الشمع على الكورنيش. وخد طبق فول ورغيف عيش. نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان. في ناس مختلفة في الألوان. لكن نفس الطباع بالظبط. وفي التكاي بقى قاعد شيف. في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال. وياخدوا الضربة قتيلة. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف 100 سنة. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد. أعزائي المشاهدين، نحييكم من بين ربوع الدلتا وبنتوجه إلى محافظة دمياط وبالتحديد إلى مديرية التموين، وما تقدم من خدمات للمواطن ليس فقط على مستوى عاصمة المحافظة مدينة دمياط، بل على مستوى المراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة لمحافظة دمياط. فهي معنا وهذه الحلقة الجديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية، قناة مصر السادسة، التلفزيون المصري. ما تشيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الاهم. المصر اهو ابن البلد دي مصر بالنسبه له ايد واحده نبني كلنا. همنا برضه همنا وده كله فضل وخير كتير من ربنا.
الحياة كريمة هي تعظيم ما لدينا، تكريس الجهود، تكثيفها. الأستاذ عصامر أبو عوف مدير شؤون التموين بمديرية التموين بمحافظة دمياط والمشرفة على إدارة بندر تموين دمياط. أهلا يا أستاذ عصامر، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وسلام يا رب. يعني إيه شؤون تموين؟ شؤون تموين يعني كل مخابز المحافظة، كل بدلين المحافظة، كل الأنشطة التموينية اللي تخص المحافظة. عندنا كم مخبز على مستوى المحافظة؟ احنا عندنا على مستوى المحافظة مخابز نشطة، عندنا 353 مخبز على مستوى المحافظة. على مستوى طبعا منتشر على مستوى القرى والعزب والطوائف طبعا يعني. ايوه. قولي لي انت بتتابعيهم ازاي بقى كمسؤولة شؤون تموين؟ انا كمدير إدارة شؤون تموين بتابع مع الإدارات كل الملفات الخاصة بالمخابز. اي مشكله في مخبز بتجيلي وانا بفحصها وبنعرض على السيد وكيل الوزاره، لو في اي مشكله بنحلها فورا. قولي لي كده امثله لمشاكل زي ايه؟ احنا عندنا مشاكل الرخص عموما، ده اهم حاجه في المخبز، ان الرخصه بتاعته لازم تكون ساريه. اي تغيير اي يطرق على رخصه المخبز لازم نكون على درايه بيها وعلم بيها وتحديثها فورا. في حالة أي مشكلة في رخصة المخبز بيتم إيقاف المخبز لحين تعديل الرخصة. طيب يعني معنى كده أنت تقصدي إن تعديل في المبنى المكان، تعديل في الخاص بالمعدات داخل المخبز، ولا تقصدي إيه باللي يكون فيه حاجة جديدة على الرخصة؟ هو التعديل الهندسي ده بيلغي الرخصة، فتعديل مكان يعتبر إلغاء. يعني. طبعا لازم يرجع للإدارة الهندسية ويرجع لنا وبناخد إذن الإدارة الهندسية لو في أي مشكلة. والمعدات نفس المشكلة، لو في أي فيها تعديل لازم برضو نرجع للإدارة الهندسية في الوحدات المحلية لأخذ أي إجراء فيها، لأن دي بتبقى شروط هندسية. أما بالنسبة بقى للتعديل الرخصة أقصد مثلا هو الرص، تنازلات، الحاجات دي لازم برضو بنرجع للرخصة نعدلها. استاذ مجدي عبد الكريم وكيل وزاره التموين محافظه دمياط، قولي لي ازاي بيعظم شؤون التموين، ازاي بيساعدك في نجاح شغلك من خلال شؤون التموين لنجاح الشغل على مستوى المحافظه، اخباره ايه معاكم او بيعظم شغلكم ازاي؟ استاذ مجدي السيد وكيل الوزاره بينبه علينا دايما بتحديث بيانات شؤون التموين اول باول. لازم كل فتره بنبعت تحديثات للملفات دي، لان طول ما الملف سليم المخبز شغال ما فيش فيه اي مشكله، سواء مخبز او بقال، وبيدعمنا في اي مشكله، بيبقى واقف معانا في اي مشكله لغايه لما نحلها. وبندعم كمان اصحاب المخابز والبدالين، بنستقبلهم بناء على تعليمات السيد وكيل الوزاره باحسن استقبال. اي مواطن له منشاه تموينيه بيجي لنا بنقوم بحلها فورا، والسيد وكيل الوزاره بيخلينا بصراحه نستقبلهم افضل استقبال. مخبز معمول له محضر، ففي نداءات بتقول ان احنا نعمل له غرامه ماليه مشدده، وفي عندكم نظام ان احنا بنتم غلق المخبز. في بعض المديريات يعني جنبكم مديريه التموين بالدقهليه بتضاعف العقوبه الماليه وبتسيب المخبز يشتغل. ممكن يكون في دمياط عندكم فكر اخر ان انتوا يتم الغلق لانه يستاهل هذا الغلق. قصتي بقى المواطن اللي انا قفلت له المخبز ان انا في دقيق موجود هيتعمل عيش خبز، هل بوديه بقى لاقرب فرن؟ هل اللي انا بروح الفرن مجاور ويتم خبزه او يتم تجهيز العيش ده وارجع لنفس المكان بتاع الفرن ويتم توزيعه؟ بتتصرفوا في الجزئيه ازاي دي كشؤون تموين لصالح المواطن؟ طيب هو بداية أستاذ مجدي مشدد علينا خصوصا في موضوع المخابز اللي هيتم غلقها. لازم قبل ما ناخد إجراء غلق مخبز بنقوم بتوفير كميات الدقيق وازاي هندبر الكميات اللي هتسد المنطقة بالعيش لغاية لما يفتح المخبز، عشان المواطن اللي موجود ما يتأثرش بغلق المخبز. ودي بيبقى من خلال اجراءات بنتبعها بعرض مذكرات على الوزاره، ومن خلال لجان هنا. اللجان دي هي اللي بتحدد نقبل تظلم المواطن، وبنعرض بها على الوزاره اذا كنا هنضاعف له او نغلقه. البدال التمويني موضوع كبير في كل قريه وعزبه وتاب. عندك بدالين تموينيين عاديين او بدال تمويني من خلال جمعيتي. رحت نزلتي حملة تفتيشية، فدخلت في أحد المواقع عند البدال، فلقيت إن السلع المقررة المكتوبة عنده زايدة.
وواحد تاني ناقصه. القانون بيقول ايه في الزايده وبيقول ايه في الناقصه، وانتوا بتتعاملوا ازاي معاه كتموين؟ احنا عندنا قرار بنطبقه بخصوص القوانين الخاصة بالمخالفات البقالين. تمام، هو المحضر بيجيلي وانا اللي من خلاله بطبقه. التصرف، في حالة التصرف احنا عندنا المفروض ما خلال السنة ما يبقاش اكتر من محاضر تصرف، 3 محاضر. في الحالة دي بيتم تخفيض المبلغ التأميني بتاعه. وضحي لي اكتر كمشاهد، لان المشاهد مش عارف يعني ايه ان انا رحت لقيت ان عنده حصة زايدة المفروض كانت تتصرف وهي لسه موجودة عنده، وواحد تاني عنده ناقص ولسه ما اتصرفتش، دي معناها ايه تموينيا يعني؟ فسرها. هو عنده حصة زيادة، ضرب بطايق وما صرفش البضاعة اللي ضربها، ده تجميع. ده غلط. ده تجميع، ايوه ده تجميع. التصرف ان هو اخذ البضاعة بح، المفروض تبقى موجودة عنده على السيستم بتاعه، مش موجودة. بدل التمويني ده لو اخطأ مرة وعمل محض، هل في تشدد بقى وتغليظ اكتر بعد كده بتتعاملوا معاه ازاي؟ في سحب رخصة. بناء على قرارات التموين عندنا سحب رخصة في حالة المخالفة اكتر من مرة. مين صاحب الاصيل في سحب الرخصة؟ هل التموين ولا جهة اخرى؟ لا طبعا عرض على الوزارة. يعني بنعرض على السيد المدير العام، ومن خلاله بنعرض على الوزارة نظرا للمخالفات اللي تم تحريرها. مع فتح الباب على مستوى الجمهورية لجمعياتي للناس اللي عايزة تقدم فيه، انت شايفة كمديرة شؤون تموين ان احنا نتوسع اكثر من خلال جمعياتي في القرى الاصغر ولا في المدن الاكبر؟ ايهما الصالح العام للمواطن، ان انا اكترها في القرية والعزب والتابع ولا في المدينة؟ هو انا بالنسبه لي لو في القريه، لو الاماكن في القريه ما فيش فيها خالص لازم ننشئ فيها، لان هي هتبقى السبيل الوحيد لتوفير السلع للمواطنين في القريه. اما في المدينه ده بيبقى حسب متوسط الصرف عندي، المنطقه هل هتستحمل اكتر من بقال او اكتر من جمعياتي ولا لا. شؤون التموين، التداخل بتاعك او الادارات الاخرى داخل المديريه اللي بتنسق معاكي او اللي لها دور كبير معاكي باشراف السيد وكيل الوزاره، زي ايه عشان تنجح شغل؟ الصيانه والرقابه. الصيانه على الحبوب؟ ايوه، لان من خلالها احنا الارصده بتاعه المطاحن كلها بيبقى من خلالنا برضه، قد ايه صرفنا، قد ايه جالنا، قد ايه. دي برضو بنشترك معاهم فيها في الرقابة بخصوص المحاضر اللي بيتم تحريرها مع الإدارات. المفروض هي بتجيلنا بنراجعها عشان نقدر نطبق العقوبات لو أكتر من مخالفة. مع القرار الوزاري باستلام الأقماح وعندكم شون كتيرة منتشرة على مستوى محافظة دمياط بإشراف السيد وكيل الوزارة الأستاذ مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين في محافظة دمياط. قولي لي المحافظة مش صغيرة، لازم يكون في جولات ميدانية متعددة، يعني أنت بتروح الزرقاء تطلعي من الزرقاء على كفر سعد تيجي مدينة دمياط عشان تتابعي الشون دي وداخل قد إيه، واللجنة الخماسية أخبارها إيه في الشغل واستقلام الأقماح. بتنجحي شغلك في الجزئية دي إزاي؟ لا، هو الشغل ده بتاع إدارة صيانة الحبوب. ما بتشاركيش معاه؟ لا، أنا ما أقدرش شغلي ما هوش خاص. يعني كشؤون تموين مش من حقك تروح المطحن أو الأماكن تجميع الحبوب إن أنت تتابعي إيه اللي جه أو الوارد أو كده؟ لا، أنا بالنسبة لي الحصة بتاعتي بس اللي موجودة اللي أنا بصرفها. اللي أنت بتشغلها عشان المخابز؟ عشان المخابز. إزاي إن أنتوا برضو الحصة دي عرفنا المديرية هنا إن أنتوا منتج لمدة أسبوع مقدما، حتى المخابز يكون عندك يومين مقدما احتياطي لظروف القهرية. الجزئية دي إيه أهميتها وبتنجحها إزاي؟ احنا المفروض بنتابع دايما إن موجود أي مخبز متوفر فيه 3 حصص ومنهم حصة رايحة جاية في اليوم. ال3 حصص دول احتياطي لأي ظرف طارئ، يعني أي مشكلة حصلت يبقى المخبز جواه الدي بتاعه اللي يقدر يشغله. حضرتك مدير شؤون التموين على مستوى المحافظة وفي نفس الوقت انت مشرفة حاليا على بندر تموين دمياط. قولي لي آخر الأخبار في الشغل أو ما تقدميه من خدمات من خلال بندر دمياط إيه؟ يعني آخر حاجة أنت بتقدمها للمواطن وطلباته زي إيه؟ احنا بندر دمياط عندنا هنا 7 مكاتب تموينية. ال7 المكاتب التموينية دول بيقوموا بتوفير جميع الطلبات خاصة بالبطاقات التموينية، استخراج البطاقات التموينية، كل أي طلب مواطن يخص البطاقة التموينية بيتم توفيرها من خلاله. أما بخصوص الأسواق فاحنا كنا الفترة اللي فاتت مع تعليمات الوزير وتعليمات أستاذ مجدي كنا بنوفر أسواق اليوم الواحد.
اسواق اليوم الواحد دي لتوفير جميع السلع للمواطنين في الفتره اللي فاتت باسعار مخفضه بنسبه. قولوا لي اسواق اليوم الواحد ده بيبقى على مستوى مدينه دمياط، يعني احنا عندنا سوق واحد في مكان واحد ولا اكتر من مكان على مستوى المدينه؟ هو احنا كل فتره بنفتحه في مكان، يعني هو احنا كان عندنا هنا مكان في بندر دمياط. ولا جمعه بس؟ هو جمعه وسبت. ايوه جمعه. بدأنا امتى ده؟ لان ده توجه وزاري كبير السوق الواحد، بدأتوا فيه امتى وازاي بتعظموه وازاي بتستفادوا من التجار الكبار ان يعرضوا بسلع اقل في الثمن؟ احنا بادئينه من شهر 10 السنه اللي فاتت، وقمنا بتوسع فيه على مستوى المحافظه كلها، بس في البندر كنا مخصصين له مكان بنوفر فيه السلع بنسبه 20 ل 35% تخفيضات عن باقي السلع الموجوده في المحافظه، وبدانا ننشئ اكتر من سوق، يعني لما بيتقفل بنفتحه تاني برضه بناء على تعليمات السيد وكيل الوزاره والسيد المحافظ. حضرتك الاسواق دي انتوا جربتوها ونجحت مثلا في مراكز ثانيه ولا في مدينه دمياط بس العاصمه؟ جميع المراكز تم انشاء كل اداره بيتم فيها انشاء سوق اليوم الواحد بتوفير جميع السلع باسعار مخفضه. اسعار مخفضه ده عايزه مجهود كبير منكم كوزاره تموين وكمديريه تموين بدمياط، ان لازم تكون في علاقات طيبه مع التجار الكبار مع المستوردين مع التجار الجمله. الجزئيه دي حد منكم في المديريه متخصص فيها وعامل علاقات مع التجار ولا بتيجي ازاي؟ اقول لحضرتك انا بالنسبه هنا المركز بندر ومركز دمياط انا تواصلت مع مضارب الرز، وفرت السلع بتاعه الرز بسعر التكلفه بدون اي تكلفه عليها تانية، بحيث ان هو يبقى متوفر باسعار مخفضه. كنا موفرينه بسعر 24 جنيه، والسكر نفس الموضوع كنا بنجيبه من مراكز التعبئه كان بسعر مخفض بسعر برضو التكلفه بتاعته. والتجار الكبار كنا متواصلين معاهم برضو بان يعني يعتبر ما ياخدوش نسبه ربح في السلع اللي عارضينها اليومين المتوفر فيهم. وزاره التموين لها شركات تابعه كتير، شركات دي لها خاصة برضو بالسلع ولها مخازن منتشرة على مستوى الجمهورية ومنها دمياط عندك. هل المخازن دي ودخول السلع وخروجها تابعة كشؤون تموين ولا قطاع تاني؟ لا تمام، أنا عندي 18 مخزن تابعين لشركة الجملة بيتوزعوا من خلال 5 فروع على مستوى المحافظة، بيقوموا بتغذية عندي 428 بقال تمويني، 186 مشروع جمعياتي، 19 مجمع استهلاكي، بيقوموا بتوفير جميع السلع وتوزيعها على جميع الفروع وتوفيرها للمواطن بصرفها بالبطاقة التموينية. رسالة منك كمدير شؤون التموين على مستوى محافظة دمياط، وفي نفس الوقت المشرفة حاليا على بندر دمياط كإدارة تموينية، عايزة تقول ايه لمواطن دمياط اللي بيتعامل مع وزارة التموين؟ والله احنا بنشكرهم اصلا لتعاونهم معنا، لان في مواطنين كتير الحمد لله بيجوا لنا متفاهمين الوضع، بنحاول نساعدهم على قد ما نقدر بحل مشاكلهم. والسيد وكيل الوزراء استاذ مجدي بيدعم كل المواطنين، ما فيش مواطن بيجي لنا الا ما نكون نحل له مشكلته ايا كانت المشكله، وبنفضل وراها لغايه لما نحلها حتى لو هي تتطلب مننا العرض على الوزير، واحنا معاهم في اي حاجه يطلبوها مننا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. رئيسنا قال واحنا معاه، احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى، زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حته من الجنه. رئيسنا قالها بكل حماس، حياه كريمه لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، كل ريق مصر بلدنا وفي كل شبر فارقين. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، كل ريق مصر بلدنا وفي كل شبر الأستاذ ضياء الدين قنديل مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة دمياط.
يعني يا فندم كل سنه وحضرتك طيب. والصحة والسلامة، كل سنة وحضرتك طيب ويعود عليك الأيام بخير يا رب العالمين. المهام المنوط بها الرقابه التموينيه في مديريه التموين ايه؟ هي أهم حاجة دلوقتي عندنا بالنسبة لنا السلع المدعمة اللي هي الخبز والمخابز. بالإضافة برضه للسلع التموينية المدعمة، السكر اللي هي السلع الاستراتيجية، سكر، زيت، رز. مهتمين قوي احنا دلوقتي بنحاول حملات يومية. احنا بنعمل خطة عمل 7 حملات يومية على مستوى المحافظة بالنسبة للمخابز. اللي يهمنا توفير الدعم، ونوفر سلعة رغيف العيش بجودة عالية قوي. موازين بنبص لها برضو، نظافة المخابز دي بنتابعها. احنا بنعمل كل يوم مثلا متوسطنا دلوقتي في مخالفات تتعدى 35. ده ان دل يدل برضه هي تعتبر قليله بالنسبه للمخابز اللي موجوده في المحافظه. المتابعه مستمره يوميا، سواء رقابه. هل المتابعه بتبدا قبل وضع العجين ولا مع افتتاح السيستم الرسمي للماكينه لاستقبال البطايق؟ هو كل السيستم بيفتح الساعه 5. احنا بنبدا حملاتنا من الساعه 5 بالفعل، مع ابتداء الانتاج برضه. وفي مخابز. هل انتوا مش لكم حق اصيل ان انت تروح وهو بيعجن وتشوف النظافه وتشوف المعدات وتشوف الولد اللي واقف بيعجن هل نضيف ولا لا؟ مش ده لكم حق اصيل في كده؟ طبعا احنا بنتابع برضه الشهادات الصحيه واحنا بنشوفها. لازم يكون كل العمال الموجودين بما فيهم صاحب المخبز بما هو اللي بيوقف على المبيعات على المكنه لازم يكون معاه شهادات صحيه. ده اساسي. بيتاكدوا ازاي على اصحاب المخابز من العدد الكبير على مستوى المحافظه ان يكون في نظافه للمعد للمكان اللي هحط فيه الدقيق عشان اعجنه، ان حتى ان العامل معاه شهاده صحيه بس ضوافره مش مظبوطه، لابس لبس مش نظيف، ما ده برضه حق اصيل لكم تعملوا معاه. تمام حضرتك. ده بالنسبه لنا احنا غالبا بننزل بحملات مشتركه مع مديريه الصحه بدمياط. بنحاول ينزلوا بيتعاونوا معانا في مجال الصحه. احنا بالنسبه لنا موازين، جوده، برضه مواصفات، كل ده بنتابعه احنا. ده بالنسبه بنهايه رغيف العيش. برضه لينا مرور على المطاحن. خلينا لسه في العيش. الخبز حضرتك في محاضر كثيره ومتنوعه، في للمعدات، في للنظافه، في عرض برضه المفروض في ورقه كده بعلقها فيها بعض التفاصيل عنده، حتى الاستخراج اللي هو خاص بالدقيق اللي هو بيستخدمه. هل الفرن او المخبز له علاقه بقيمه الاستخراج ولا هو بيستلم المطعم هو ملوش دعوه؟ لا هو بيستلم، لان انا علاقه بقى بنسبه الاستخراج الموجوده في الدقيق؟ لا هو نسبه الاستخراج حاليا 87.5%. احنا بمراقبتنا على المطاحن، في مطاحن معينه لازم بتورد 87.5، وغالبيه المطاحن عندنا هنا في دمياط 3 مطاحن دول بيوردوا دي 87% ونص، 87.5. فاساسي هو نازل 87.5%، هو ليس له علاقه في الاختيار. لو موجود غير 87.5% الدقيق بيتصادر طبعا. طيب قربنا اكتر بقى، لان الرقابه التموينيه حق اصيل في شغل المخابز والمحاضر اللي بتتعمل لها. قربني للجزء الفني او المواصفات. ايه اكثر الفنيات او المواصفات اللي انت بتعمل لها محضر خبز داخل مخبز؟ زي ايه؟ هو غالبيه المخالفات اللي تمت الفتره اللي فاتت موازين. المواصفات هنا في دمياط غالبيه المخابز 90% منها آلي، لبناني وسوري، رغيف مواصفات، وغالبا محاضر المواصفات قليل. لكن غالبيه المحاضر اللي انا بعملها او المفتشين اللي معانا بيعملوها في الادارات او في الرقابه موازين، ما بين موازين، عدم اعلان عن المواعيد، شهادات صحيه، عدم نظافه معجن، الحاجات المؤثره قوي. لكن الرغيف في دمياط ممكن يكون في بعض الاوقات الموازين والمواصفات غالبيه مواصفاته محترمه. اللي حضراتكم رايحين لجنه من المديريه فدخلتوا محل، فاول ما بتسال تقول له اديني رخصه المحل. هل ده حق اصيل لكم كتموين ان انت ما بتبدا بدخول محل وبتتابع الشغل بتاعه او عرض الاسعار او السلع اللي عنده او مدى الصلاحيه، ان انت اول حاجه بتسال تقول له اديني الرخصه عشان تتاكد المحل ده مرخص ولا لا؟ تمام. هي الرخصه اساسا ما بتطلعش الا لما يكون صاحب المحل وعماله في شهادات صحيه عنده، في سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، يعني جميع الشروط لازم تكتمل على اساس ان هو يطلع له الرخصه. فانا بسال الرخصه عشان اشوف معاه رخصه ولا لا،
ومنها افهم بيانات المواطن او صاحب المنشاه اللي انا داخل عليه. انت داخل المنشأة او المحل فعنده 100 قطعة معروضة، فيدوبك كاتب مثلا 5 6 كده اسعار على بعضهم والباقي لا. قانونا ده بتتعامل معاه ازاي؟ هل هو من حقه كده ولا لازم كل اللي معروض يكون عليه سعر؟ لا، هو لازم كل المعروض يكون عليه سعر، بس برضه يعني هو في عندي مخالفه 180 ده على اعلان، ده ما وصلش اللي هو مش معلن. في 330 لسنه 2017 لو السلعه مش معلن عنها السعر على العبوه نفسها، تمام؟ دي على السلعه نفسها دي بتحافظ عليها لحد ما يجيب لي الفواتير وبتتفحص معانا. لكن هو اساسي الاعلان لازم يبقى معلن عن كل السلع اللي موجوده داخل المحل، سواء بقى فرداني بكارته، مكان بانر كبير معروض في واجهه المحل، بحيث ان انا ابقى شايف، ما يعمليش رقم صغير وانا المواطن مش عارف يقرا، مش شايف. بس انا بتكلم على روح القانون. انا دخلت محل في نسبه مثلا ما مش عليها اسعار، فبتنبه عليه وتقول له لو جيت لك تاني ولقيت مفيش اسعار يبقى في محضر، ولا دخلت خلاص هيتعمل محضر؟ لا 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 طبعا. وانا لازم برضو في حاجه عندي استرشاديه برضو وتوجيه. لا خلي بالك في كذا، لا انا كده انا بقول لسعادتك احنا مرورنا 7 8 حملات يوميه بخلاف فترات الصيف، عشان عندي انا راس البر والرمات الجديده مصيف في صباحي وفي مسائي، تمام؟ فلازم يبقى مره واثنين، بس مش مره واثنين اروح الاقيه مش عامل اعلان خالص، ولا الاقيه عامل 3 من 100 صنف، يبقى في ايه؟ تجاوزات ضعيفه. لكن الموضوع ده بيقابلكم اكتر في القريه والعزب والطوابع، ان مش واخد باله ومش في دماغه، ده قريه على ممكن لجنه من عندكم تموينيه تروح له فمش عارف، مش واخد باله. فالاطراف دي او البعيد دول بتتعاملوا معاهم ازاي؟ حضرتك الاطراف دي سواء القريه او المركز في اداره، في مكتب في القريه او كل، فاكيد احنا تنبيهاتنا وتنبيهات القيادات، تمام؟ لازم يبقى فيه متابعه، ولازم يتابعوهم، سواء برضو متابعه استرشاد، اعمل 1 2 3 خلي بالك فيه كذا، وبعدين كده نبدا نحاسب. مع وجود الرقابه التموينيه عند تجاره داخليه، عند صيانه الحبوب، عند شؤون التموين، قول لي اكثر الاقسام ان انت يعني قربا منك ولازم يكون في تبادل شغل وتتحركوا مع بعض في المديريه زي ايه؟ حضرتك صيانه الحبوب بتعتبر قسم من اقسام الرقابه، فهي تابعي قسم بالنسبه للمطاحن والكميات دي. بالنسبه لشغل الرقابه التجاريه هو مختص، بس انا ممكن بعمل شغل الرقابه التجاريه، ممكن المخابز والمطاحن ملهاش علاقه بيهم، لكن انا غش تجاري شغال، عدم وجود فواتير شغال، كل ده انا اقدر احرره واقدر اتعامل معاه. اختيار اللجنه الخماسيه لاستقبال الاقماح في زراعه، في تموين، في الاباني، في سلامه الغذاء، قول لي انتوا بتختاروا العضو بتاعكم ازاي وعلى اي اساس؟ هل له مواصفات خاصه اللي بيشارك في هذه اللجنه؟ لان انت عندك اكتر من موقع، لازم يكون ليك الراجل بتاعك كتموين في هذه اللجنه. اختيار الفرد ده بيجي منين؟ الفرد حسب الادارات، يعني المركز في عندنا مراكز فيها شون وفيها مطاحن، بيبقى فيه مفتش من كل اداره متواجد هناك. عندي هنا من قسم الصيانه في معاهم مفتش بيتابع، يعني بيبقى في غرفه عمليات عندي هنا في المديريه بتتابع مع المفتشين المسكنين في المطاحن والشون اللي بتورد. بالاضافه احنا بقى بننزل حملات خروج مثلا قمح بره المحافظه، خارج الحدود، بنحاول نجمع. واحنا السنه دي ان شاء الله الحمد لله انا شايف ان المستهدف من القمح وصلنا له اعلى، بايسين اعلى ان شاء الله. هل ظهر مع استقبال الاقماح فيما يسمى خليط من الاقماح المستورده او بعض الاقماح القديمه؟ لان الحبايه برضو بتبان كفرق. هل كانت ظهرت كظاهره ولا حالات فرديه في الشون المستلمه الاقماح السنه دي؟ حضرتك هي حالات فرديه، ومبدئيا احنا قلنا لجنه خماسيه، سلامه غذاء، زراعه، قبل ما بتخش العربيه علشان تحمل او تنزل الحموله اللي معاها كل ده بيتفحص، رطوبه وسلامه الغذاء، بيشوفوا الحبايه اخبارها ايه. يعني اللجنه متعاونه، حاجه زي دي ظهرت بترجع تاني ما بتستلمهاش. في جزئيه مهمه بقى في الاماكن اللي هي بتستلم الاقماح، لان الاقماح دي بتستلم بميزان، المفروض ان الميزان ده بيتم التشييك عليه والتاكيد منه وسلامته قبل الشغل رسمي وشغل اللجنه. قول لي جزئيه التاكد من الميزان ده
احنا كتموين دورنا ايه في الجزئيه دي؟ حضرتك هي في لجنه الموازين والدم كده كده قبل ما نبدا الموسم الاستقبال القمح بنتمم على سواء نظافه سواء موازين، الاماكن اللي فيها رطوبه، الاماكن اللي فيها ميه، كل المكان اللي مش جاهز لاستقبال الكلام ده احنا بنرفضه طبعا. زي ما حضرتك قلت يعني. انا دلوقتي من الزرقاء، جنبي على حدود الزرقاء منشيه الجمال والنزل والبجلات، بس ده اهلي. هل من حقي كمواطن ان انا بدل لسه هروح المنصوره او اروح بعيد عشان عندي شونه او صومعه بن عبيد ان انا ادخل عندك في الزرقاء وعربيتي ده اهليه ان انا اديك اقماح ولا ممنوع؟ لا مش ممنوع. ما وفي جوابات وفي ممكن يخرج. انا عندي مثلا في شون قفلت في دمياط فما فيش مشاكل بتنقل مكان تاني. لكن انا بالنسبه لي ليا مستهدف معين جبته تمام زي الفل، بنجيب اعلى منه ماشي، وكله في الاخر احنا لنا حصص معينه، لنا كميات معينه بنطحنها. اللجان الخماسيه دي في كل مكان وشونه دائمه سنويه. هل من الصح او ان يعني من الافضل ان يتم تغيير اللجان والمواقع الجغرافيه، ولا اللجنه تكون مستمره بنفس الاشخاص السنه الجايه واللي بعدها؟ يعني الصح ايه لصالح المنتج واستقبال الاقماع؟ هو انا شايف ان حضرتك لما يكون المفتش او المسكن في الشونه او في المطحن من نفس المكان، هو عارف المزارعين وعارف الدين. يعني ممكن انت ما في كميه في الحته انت ما جبتش ليه يا فلان، انا شايف من وجهه نظري افضل، بس هو كده في جميع الاحوال احنا بنعمل بدل برضه. يعني بتاع الزرع اداره الزرع ممكن يروح فرسكور وكفر سعر يروح الزرع، لكن هو احنا لازم نستعين حد من الاداره نفسها. ليه بقى؟ على درايه جغرافيه بالناس فبيتحاول يتعامل معاهم. ايه سبب ان عضو اللجنه من الاباني ان بيجي لك من نقابه الابانيين بشكل رسمي؟ يعني دي سببها ايه؟ ان بيرشحوا لك الحاج فلان الفلاني ويجيب ورقه رسمه مختومه منهم ان ده اللي جاي لكم. ده بيفيدني ايه في استقبال الاقماح؟ يعني احنا بنعتبره ان هو حد متخصص وحد فاهم، بالاضافه ان احنا بنتابع برضو الدمغه اللي على الموازين ايوه. واللي مع الشغل الدائم للجنه دي الاباني بياخد خبره، اللي عندي سلامه الغذاء بياخد خبره، عندي برضو مسؤول الزراعه خبره وكلام من الخبرات المتراكمه دي. هل انت بقى ممكن ان اللجنه دي لمكان اكبر ان محتاج ناس خبره اعلى؟ ان انا مثلا كنت في جزئيه صغيره في شونه في كفر سعد، فانا محتاج بقى عندي شونه كبيره في مدينه دمياط، يبقى اللجنه ده خبير قوي في الجزئيه دي من سلامه الغذاء او من التموين، لا اوديه المكان ده. هل ده وارد عندكم ان انتوا تعملوا ده؟ وبالفعل بيحصل، بس هو احنا برضو خبره وبناء برضو على التعليمات اللي وارده الينا. يعني في تجديدات القمح نسبه الرطوبه بتبقى كذا في الحته في المكان الفلاني 18% 15 كده يعني. فانا خبره ومال مفيش مشاكل، كان في تعليمات وتوجيهات انا بتبعها كده. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة ايد لحظة وجعها تشيل آلامها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني يا ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة منا فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحراء خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما التاني يا ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه؟
مع وجود عندي واحد من الزراعة، تموين، سلامة غذائي الأساسيين في اللجنة، من صاحب القول الأعلى في درجة نقاوة القمح اللي داخل؟ هل سلامة الغذاء هو اللي يقول ده درجته إيه، ولا ممكن بتاع التموين أو بتاع الزراعة اللي يقول؟ زراعة وسلامة الغذاء. هم أنا توريد محاضر، برضه ليا رؤية فحص ظاهري، لكن أنا الإمكانيات هم فنيين أقوى مني برضه في الفحص خاصة. حضرتك محافظة دمياط بدأت في حياة كريمة في مركز ومدينة كفر سعد، يعني بدأت بقوة وبنجاح ومشاريع عملاقة في القرى والعزب والتغاب. اتعمل مجمعات خدمية، المجمعات الخدمية يوفروا فيها مكاتب خاصة بالتموين، إلى جانب إدارات أخرى تابعة معها زي التضامن والشهر العقاري و انت شايف مثل هذه المجمعات من خلال حياة كريمة اللي هتتنقل في مرحلة تانية ان شاء الله على مراكز اخرى على مستوى محافظة دمياط، نجاح هيكون شكله ايه في تقديم الخدمات للمواطن على مستوى المحافظة؟ انا اظن هيبقى، يعني انا بوفر مجهود على المواطن، بوفر وقت على المواطن. انا لو انا رايح اخلص حاجة سجل تجاري في مكان واحد، بطاقة رقم قومي في مكان واحد، لما يكون كله مجمع افضل للمواطن. وانا شايف ان احنا بنجتهد كدوله ان احنا بنحاول على تريح المواطن، رياحه المواطن، بنوفر له على اساس يوفر وقت ومجهود له. قول لي ازاي مديريه التموين تستفاد من مثل هذه المواقع من خلال حياه كريمه، اذا كانت مرحله اولى ومرحله ثانيه، ازاي انتوا شغلكم يتعظم او يتقوى وتقدموا خدمات اعلى واكبر للمواطن من خلال المجمعات الخدميه؟ هو مع قله المفتشين والاداريين بالنسبه للمكاتب والادارات بالنسبه للتموين، لما تكون في مكان واحد بالنسبه لمشروع حياه كريمه هنوفر كتير زي ما قلت لحضرتك، مجهود وقت بالنسبه للموظف او المفتش وبالنسبه للمواطن. فانا هوفر له مجموعه خدمات كان بيعملها في اكتر من مده ومن وقت وفي اكتر من مكان في شباك واحد او في مكان واحد. مع وجود مراكز تكنولوجية تابعة ليكوا وانتوا بتعظموها وبتقووها وبتقدموا خدمات كبيرة للمواطن، اللي عايز عنده بطاقة تلف بيغيرها، اللي ضاعت بيغيرها، او عنده موضوع معين خاص بالتمويني بتقدموا له من خلال المكاتب التكنولوجية دي. انت شايف ان احنا ممكن ننقل تخصص او مهام هذه المراكز التكنولوجية من خلال هذه المجمعات هيوفر لي مكان ويوفر له موظفين واقدم نفس الخدمة، ولا هأبقي على مراكز التكنولوجية برضه وفي نفس الوقت مجمع الخدمات؟ لا، هو المراكز التكنولوجية مهم، وبعدين في المنظومة الرقمية دلوقتي احنا بتوفر برضو على الموظف وعلى المواطن وقت كتير، مجهود كتير. يعني المنظومه الرقميه شغالين احنا دلوقتي فيها، المواطن بيخش على الموقع الالكتروني للوزاره، بيطلب بطاقه بدل فائد بدل تالف، بيروح يستلمها، بس كل اللي علينا بيروح يستلمها بصوره بطاقه. فانا وفرت مراحل كتيره قوي. شكرا لحضرتك، كل سنه وحضرتك. وحضرتك مش على السلامه. مش على السلامه. رئيسنا قال واحنا معاه، احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى، زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حته من الجنه. رئيسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة الأهالي، كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر قارين. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة الأهالي، كل شبر أعزائي المشاهدين، وده كان آخر سؤال أجريناه من خلال حلقتنا النهاردة، وكنا في مديرية التموين بمحافظة دمياط، والحديث حول ما يقدم
خلال حياة كريمة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية على مستوى محافظة دمياط. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جنان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة ضحكت من القلب. وحمص الشام عالكورنيش وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان في ناس مختلفة في الألوان لكن نفس الطباع بالظبط. وفي التكاي بقى قاعد شيف في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضرب قبلينا. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسد. وهي دي مصر اللي والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد.